بكل خير يا رب العالمين. اليوم بقدم لكم حلا جدا لذيذ، حلا سريع، كيكة الكابتشينو أو كيكة النسكافة بالميكروويف في خلال 3 دقائق تكون جاهزة. ممكن أيضا أنها تصلح تقديمات لضيوفكم، يعني لما تقدمونها لهم في أكواب أو فناجيل صغيرة بيعتقدون في البداية إنها كابتشينو، بس يتفاجئون إنها كيكة القهوة. ويلا معايا على مقاديرها البسيطة والسهلة. بنقول بسم الله. أول شيء عندي هنا نص كوب دقيق أبيض، وأضيف عليه ربع كوب، طبعا بالأكواب المعيارية، حليب بودرة، وربع كوب سكر، ونص ملعقة صغيرة بيكنج بودر وذرة ملح، وملعقة صغيرة نسكافة، وملعقة صغيرة بودرة الشوكولاتة. أخلط المكونات الجافة وأضيف عليها ربع كوب زيت نباتي، وأضيف نص كوب موية وأخلطها. طبعا شايفينها بالأكواب المعيارية عشان ما تحسبون نفس المقاس. أخلط المكونات مع بعض وأكمل بالمضرب لما تمتزج كلها مع بعض وتصير بهذا الشكل عجينة سائلة، نفس عجينة الكيك العادية بس ما فيها بيض، بس بدون بيض. بعد كده أحطها في الفناجيل، وأحاول إن الفناجيل ما تتعدى النص، لأن لسه الكيكة راح يتضاعف حجمها، ولسه بنحط طبقة تغطية فوقها. بعد كده أحطها في الميكروويف وأحسب لها فقط 3 دقائق، فقط 3 دقائق، مو ثواني، 3 دقائق. وبعد كذا أطلعها. شايفين ما شاء الله تبارك الله ضعف حجمها. شايفين خلاص اختبرتها تماما مستوية تماما. الحين بجهز لها أول شيء تشريبة اللي هي نسكافة مذوبة في موية حارة. أسقي فيها الكيكة. طبعا أسقيها بعد ما تصير دافية، يعني ما أسقيها وهي حارة تماما علشان ما تصير معايا ترجع تعجن كذا يعني. فلما تصير دافية سقوها بالموية النسكافة. بعد كذا عندي هنا ملعقة نسكافة وملعقة سكر وملعقتين موية، أخفقها مع بعض حتى تصير كريمية. وبعدين لما يضاعف حجمها بهذا الشكل أبدأ أغطي فيها الكاسات من فوق، شايفين، علشان تعطيني شكل الكابتشينو. وزينتها من فوق بفتات البسكوت وذرات بسيطة من بودرة الشوكولاتة، وخلاص أقدمها مرة سريعة مناسبة للي حابين يطلعون فجأة كذا يقررون يسوون حلا سريع، أو مثلا أحد فاجأكم تبغون تقدمون ضيافة مميزة. هذه برضو تصلح ضيافة مميزة.